انا عارفة ان في حالة الناس هتقول ايه ده، هي بتعمل فول؟ يعني خلاص ترمس وبليلة راحوا وانتهوا من الدنيا وما لقتش غير الفول تعملوا تسالي؟ لا والله مش كده خالص. انا عايزه اقول لكم ان احلى تسالي ممكن تاكلوها هو الفول المشوي او الفول المحمص. التسالي العيد مش بتقتصر على اللب والسوداني والترمس والبليله، لا في كمان حاجه اسمها الفول والحلبه. النهارده هنعمل مع بعض الفول المشوي او الفول المتحمص. طعمه في منتهى اللذاذه وبيتعامل معامله الترمس، بتقعدي تقزقزي فيه كده يعني الى ما لا نهايه. معايا كوبايه من الفول حطيتها كده نقعتها لمده ساعتين لحد ما الاقي حبايه الفول بدات تصحصح كده معايا وتفوق معايا. هقول لها كده انت زي الفل قوي. هشيل الميه بتاعه الفول اللي انا نقعتها ديت، يعني ميه الفول المنقوعه هرميها خالص. وبعد كده هبدا ان انا اجيب الفول واحمصه في طاسه ما تكونش بتلزق يا جماعه. وابدا ان انا احمص الفول. اول ما تلاقوا الفول كده نزل في الطاسه هتلاقوا الميه بدات ان هي تنشف من على الفول، وهيبدا يتحمص معاكي واحده ورا واحده كده. قلبي 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 طول ما انت واقفه كده، قلبي كويس وواحده ورا التانية لحد ما هتلاقيه بدأ يتحمص معاكي وياخد لون. انا عايزه كل الفول اللي في الطاسه ياخد لون. انا عايزه اقول لكم الكميه اللي قدامكم دي هي كوبايه واحده بس من الفول. وهبدأ ان انا احمصه بالشكل ده لحد ما يتحمص. زي ما شايفين كل الفول يتحمص، مفيش واحده ما اتحمصتش معايا، لا كلهم اتحمصوا. بس اقلبه كويس. هبدأ بقى ان انا اعمل ايه، احضر المحلول اللي انا هنقعه فيه. بحضر بولة واحط فيها الفول، وبعد كده بنزل ب3 كوبايات مثلا من المية السخنة. يعني انا غليت مية في الكتل وحطيتها على طول مباشرة على الفول زي ما انتم شايفين بالشكل ده. غطيت الفول بقى كوبايتين 3 من المية براحتك. غطي، اهم حاجة الفول يكون متغطي زي ما بتغطي الترمس كده. وانزلي بقى بمعلقتين من الملح، او لكل كوباية من المية السخنة بننزل بمعلقة من الملح. وانا بصراحة استخدمت ملح الهيمالاي، يعني صحي اكتر بكتير من الملح العادي. قلبت كويس قوي وبعد كده بقى سبته، يعني غطيته وسبته ليلة كاملة. انا كنت بحضر الوصفة دي بالليل. تاني يوم الصبح بقى زي ما انتم شايفين سرد المية بتاعته او اللون بتاعه نزل كده في المية. انا هعمل ايه وتلاقيه فتح بقى كده وكبر وبقى زي الفل. هغير المية بتاعته دي او هشطفه شطفة. وبعد كده هضيف بقى ملح، كمون، بابريكا، شطة وليمونة كاملة، وهعصر واسيبهم بقى في التلاجة. واخد منهم بالمعلقة بعد ساعتين او بعد ساعة بتلاقي الفول معاكي زي الفل. هوريكم دلوقتي وانا بقدمه طعمه في منتهى اللذاذة ومستوي وحلو جدا. مهم جدا ان المية اللي احنا نكون ضايفينها تكون مية مغلية. بصوا بقى انا قدمته كده مع عصرة من الليمون وكمون وشطة، بيبقى خطير. جربوا الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم جدا. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله اشوفكم فيديوهات جاية كتيرة. مع السلامة.